ايه هو العرض العادي؟ هو كوميدي ولا تراجيدي؟ الاهم هو كرتون ولا انيميشن؟ ازاي جت الفكرة وبداية النجاح والشخصيات والحبكة والمواسم والنهاية؟ ده هنعرفه في فيديو النهاردة. ليتس جو. ايه هو العرض العادي؟ ده مسلسل انيميشن اللي ابتدى من سنة 2010 لحد 2017، يعني تقول 7 سنين متواصلة. طب الفكرة جت ازاي؟ الفكرة جت لشاب وقتها اسمه جي جاي كونتين، ده اللي صمم الفكرة واللي عمل الرسومات يعني تقدر تقول يعني الكود فازة بتاع العمل كله. يعني طبعا انا جاي اثير الجدل واقول ان اللي كانت هتاخد العرض ده او الكرتون ده هي شركة نيكولوديان. الحمد لله مخدوش، كان زمان ركبوا بورتجاي بقوا بسكليتة. يلا الحمد لله. طبعا حصلت مشاكل فخدته كارتون نتورك، بس اتفقوا مع الشاب ده انهم يوري لهم الفكره عامله ازاي، فعمل لهم حلقه تجريبيه للمسلسل ووري لهم الحلقه وعجبتهم وقرروا ينتجوا الموسم الاول. طبعا لو شفتوا الحلقه التجريبيه تحسها طفل كان راسمها بالقلم الرصاص. طبعا هي عشان هي حلقه تجريبيه، يعني كل المسلسلات المشهوره او الانيميشن عامه لما بيجوا ينتجوا حلقه تجريبيه بيوريك بس حاجه بسيطه، يعني ما تحسهاش في الاحداث عامه، بس يكونوا عاملينها للشركه عشان تشوفها ويقرروا هينتجوا ولا هيكنسلوا الفكره. وطبعا بقى انتجوا الموسم الاول سنه 2010 وكانت الحلقات مفصوله ما فيهاش احداث كتير، وفضلوا كملوا على الحال ده لحد الموسم الخامس، وبعد كده الاحداث بدات تاخد منحنى تراجيدي تاني خالص. طبعا قعدت اتفرج على كل الحلقات والمواسم، الصراحه عجبني وشدني زي مسلسل جريفيتي فولز وادفنجر تايم او وقت المغامره عامه، وكانت الاحداث سلسه وكوميديه حلوه نوعا ما. نيجي نحلل الشخصيات والاحداث. بورتجاي وريجبي دول ابطال المسلسل، الصديقان اللي مقدروش يستغنوا عن بعض ابدا، على طول بيكملوا بعض، نفس الغباء والتفاهه. بينسون الشخص اللي بيتعصب من اقل حاجه، المدير اللي عايز شركتك تكون التوب، بس الماضي بتاعه عرفنا ان الظروف اجبرته وخلته بالشخصية دي. بوبس الراجل المسن الاهبل، بس في الحلقة الاخيرة انه طلعنا كلنا هبل، هو اللي بس اللي اهبل. سكيبس الشخص الهادي اللي مع نفسه، لكن قصته والماضي بتاعه اللي كان عظمة 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 الصراحة. ماسل مان الشخص الكسول اللي على طول ما تشوفه تحس بريحة عرق هب عليك. خمسات الصديق الوفي لماسل مان. مارجليت الأنثى توكسيك جدا، حركاتها بمردجاي بتفكرني بعلاقة بيتر باركر وماري، بيقولها أنا بحبك تقوله وأنا كمان يا عز أخ ليا. توكسيك توكسيك توكسيك. دول الشخصيات المعروفة في المسلسل طبعا، وفي شخصيات كتيرة ظهرت بس الواحد مخه مش دفتر. يعني نيجي بقى لشرح الأحداث. الأحداث بسيطة جدا، التش شغالين عمال في حديقة بس، لكن في الموسم الخامس بتتطور ويبدأوا يروحوا المكتب ويشتغلوا ويكتشفوا إن الشركة فيها روبوتات تحس رئيسها إيلون ماسك مش عارف ليه، وفجأة الحديقة بتتقفل وبتطلع الفضاء وتبدأ الملحمة اللي خلت المسلسل ياخد تقييم أفضل في المواقع. الصراحة ما تابعتش كل المواسم، بس كنت بتابع كام حلقة شدتني من كل موسم. اكتشفت حاجة غريبة، حاجة ممكن لو كنت اتفرجت عليه اكتر كمان كنت عرفت قيمته بجد. المواسم الاول الخامس او السادس لحد الثامن بالنسبة لي الاحداث اللي فيها التوب بالنسبة لي، وبعديهم بقى المواسم اللي هو الثالث والرابع والتاني والاول وكده. يعني لو بحثت عن افضل حلقات هتلاحظ ده، حتى الميمز المشهورة بتاعت المسلسل مأخوذة من المواسم الاخيرة. والافضل موسمين هو التاسع والعاشر، لان دول مدة الحلقة بتاعتهم طويلة بس مليانة تفاصيل وحبكات، قلت يا ريتني كنت تابعته من زمان. طبعا كارتون نتورك الله يسامحها، وسلك الدش بتاعي الله يرحمه هو اللي كان بيعلق، وان اتفرج على الموسم اللي طلع في الفضاء ما اتفرجش ابدا من التلفزيون اللي كان بيكسر. معلش بقى حكيت لكم مشكلتي، مش عارف ايه اللي دخل ده في السيناريو. الموسم العاشر اخر 5 حلقات اللي بالنسبه لي او من خلال الجمهور والتقييم عملوا النهايه من غير حلب وتعصير ومط وتطوير. النهايه الصراحه الكل راضي عنها، لكن بوبس لازم يضحي يعني، مش عارف. الحلو في المسلسل ده انه بيجمع بين الصغار والكبار، احداث عظيمه ومواقف كوميديه بسيطه. يعني انا لما كنت بشوف اي مسلسل انيميشن بقول ايه شغل اطفال ده، لسه هنتفرج. بس لما اتفرجت عليه بالذات الموسم الاخير وعرفت الماضي بتاع كل شخصيه قلت ياه، ده ده انت خلاص اعتبرته زي اي مسلسل نتفليكس بيطلع ترند واتابعه. ايه افضل الحلقات؟ اقول لكم كتير بس في منهم حلقه
حلقة نهاية المعركة الملحمية اللي هي الحلقة الأخيرة في المسلسل عامة. الحلقة دي أنا بحبها بشكل خرافي جدا. وحلقة إكسلنت اللي هي حلقة سندوتش البيض. وحلقة المخرج 9 بي أو 9 بي. وحلقة قصص سكيبس وحلقات كتيرة الصراحة يعني. بس أنصحكم تشوفوا الحلقات دي لو كنتم متابعينه. لو انتوا بقى مش متابعينه أنصحكم تتفرجوا عليه من أول الموسم اللي هو التاني، لأن الأول مفيهوش أحداث كتير. بس شوفوها عامة، لو عايزين تتفرجوا عليه براحتكم، بس هو حلو هيعجبكم. طبعا في سؤال طريف ومهم، هتفرج عليه ازاي يا ميكس؟ ماشي، بس اولا انا ما اسميش ميكس. ثانيا تعالى اقول لكم في حلول كتير اوي الصراحه، بس الطريقه مش هينفع اقول لكم عليها. بس هحاول اقول لكم الطريقه على التيك توك. طبعا لو مش عامل فولو ما تقلقش، انا كده اصلا مش منتظم ومش من محبين النشر على التيك توك. ابقى احط لكم لينك الفيديو بتاع التيك توك في اول الوصف، او احط لكم في اول التعليق. اول ما يجهز ان شاء الله ابقى احط لكم جاهز لكم في اول تعليق. بس حلول كتير قوي في مواقع زي ستار ديما والمحب وكرتون عربي. لو عايز لو عايزه مدبلج بس مش كامل. لو عايزه مترجم بقى في موقع انصحك بيه اسمه ايجي ديد، فيه الحلقات بجودة محترمة قوي جدا والله. وموقع كيم كارتون بس ده اجنبي مفهوش الترجمة. بس اقول لكم ازاي تتفرجوا على الموقع ده وازاي تترجموه كرتون من الفيديو اللي هنزله ان شاء الله على التيك توك اللي هحطه لكم في اول الوصف. تمام كده؟ ده اجابة السؤال اللي عطلني في الفيديو. تمام كده؟ تمام. ابوكم فهمتوا؟ لو ما فهمتوش عيدوا اللقطة من اول تاني عشان الفيديو ما يطولش مننا اكتر كده. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. عرفنا ان العرض العادي ليه هو تحفة لم يتكرر. طبعا استنوا مسلسلات في السلسلة دي. وطب ملخصات دي تجربة، ولو جابت تفاعل حلو هنكمل في تحليل مسلسلات الانيميشن. واخيرا وليس اخيرا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهات الجديدة. ولو عجبك الفيديو دوس لايك لو كنت من محبينه. لو مش من محبينه اعمل لايك للمجهود. لو ما كنتش من محبين المجهود الفيديو او المسلسل اعمل لايك. لو مش من محبين من كل حاجة خلاص اقفل الفيديو. بس دخلت ليه؟ يبقى عجبك صح؟ يلا اعمل لايك. انا عامة اعمل لايك اهو. ونشوفكم في فيديو جديد. شكرا.